الصبر ديال ساكنة مدينة الدار البيضاء والناس اللي ساكنين بالضبط حدا المحطة الطرقية ولاد زيان بدا كيتقادا. هاد الناس كيتشكاو من المعاناة ديالهم مع المهاجرين غير الشرعيين اللي كيجيو من دول افريقيا جنوب الصحراء وكيجيو من جميع المناطق والمدن في المغرب باش يتجمعوا في هاد الحي. هاد المهاجرين كيخلقوا نوع من الفوضى والساكنة ولاو خايفين منهم وخايفين على عائلاتهم ووليداتهم من انهم يتعرضوا لاعتداءات من طرف هاد المهاجرين ولا يتعرضوا للسرقة، كما انهم كيتشكاو من التلوث ومن الروائح الكريهه ديال البول والغائط اللي كتدخل المنازل ديالهم. معاناه حقيقيه كيعيشوها هاد الناس وما حاسين بها غير هما، واليوم تجمعوا كيطالبوا بالحل. الحل اللي خاصو يكون جذري ونهائي، حيت في كل مره كيجي الامن ويطردهم من هاد الحي من موراها بواحد المده قصيره كيرجعوا لنفس البلاصه. ودابا غادي نسمعوا بعض تصريحات سكان هاد الحي باش نعرفوا شنو كاين بالضبط. ما كنعسوش حنايا تحت جالسين لنا تحت الشراجم، حاشاك الطواليت تما القراعيط البول هضرتي معاهم كيشيروا عليك بالقراعي ديال البول بالحجر بالبيض، تهضري على حقك التعيري. ما بقيناش كنقدروا نخرجوا بالنهار ما كنقدروش دابا نخرجوا، خاصنا شي حاجه نديروا كونسياج هو اللي كيتسخر. ما تقدريش تخرجي بالنهار نهائيا، لما كانش الراجل في الدار ما تخرجيش، كتهضري مع واحد كيتحاماو عليك اللي كيجيبوهم من جميع المدن المغربيه وكيلوحوهم هنا في هذه المنطقه. زائد ان هاد الناس هادو واحد 5 سنين دابا ولا تقريبا هي ما بين 10 سنين الاولى، يعني 10 سنين كان فيها مراحل. كان المرحله الاولى اللي كانوا جاو واحد عدد قليل، من بعد واحد 6 سنين دابا هادي راه اش نقول لك، راه ولاو كثار بلا قياس. الاوساخ، البول، حاشاكم الكلام الخايب، الدعاره، المخدرات، راه جميع انواع الموبقات هاد الناس كيديروهم. الاف ديال الكيران تيتحطوا هنايا، ما عندكش ولدي النعاس والله ما كنشوفوه كي داير، ما تنقدروش نحلوا الشراجم، العقار ما بقى ساوي هنا حتى شي حاجه. عام دابا وحنايا حاطين الدار باش نرحلوا بحالاتنا عند السمسار، والو ما كاينش اللي كيبغي يجي يسكن هنا. البول حاشاك ولدي، الخنز، الموسيقى، التجاره في المخدرات، الدعاره، كيجيبوا دوك المتشردات دايرين قلوعه خيم توصل 6 7 العشيه، اقسم بالله بحال راك في نيجيريا ولا في غانا. الموسيقى ديالهم بالجد، المسخ، المنكر، الدراري ولاد الاعداديه هادو كلهم تيتشكاو، تينشروا البول، الوسخ، كيقول لك الصحه عطينا، هازين باد الماء وتيدوروا على عباد الله. تدخلات يجيو اختي يوقفوا يخليو لينا هنايا واحد السيارات ديال الامن، يخليو لينا سياره ديال القوات المساعده. نهار كان المشكل في المحطه ديال ولاد زيان وفي التيران كانوا خلاو تعزيزات امنيه تماك 24 ساعه على 24 ساعه. من هذا المنبر حد الناس تقهرنا منهم من 2019، الله يرحم لكم الوالدين، بغيناهم يجليوهم علينا من هذا القنت. راه عرفتي ناعسين لينا عند باب الحمام، ناعسين لينا عند بيبان الديور، عند بيبان الصيدليه، اقسم بالله العظيم. بلاصه ما بقينا كنديوها وهربوا لينا الفواياجور، حق الله الا قهرونا. كيف ما شفتوا معنا الاخوان المعاناه ديال هاد الناس، شنو بان لكم في هادشي وشنو كتقترحوا كحل؟ واش يرجعوا هاد المهاجرين للبلدان الاصليه ديالهم ولا يديروا لهم ملاجئ خاصه تأويهم؟ وحتى الا عندكم اقتراح اخر كتبوه في التعليق، وما تنساوش لايك للفيديو وشاركوا في القناه. السلام عليكم.